عارفين الاماكن اللي بمجرد ما تسمع اسمها بيجي في بالك مدى رقيها وسعرها المرتفع وخدماتها والكوميونتي الراقي اللي ساكن فيها، زي الزمالك والمعادي والشيخ زايد. تقريبا دي من اكتر الاماكن اللي لو سمعنا عنها بيجي في بالنا الرقي والهدوء والامان والخدمات الممتازه، وطبعا سعرها اللي كل يوم بيزداد قيمه. النهارده هنعرف ليه الار 8 بتسمى بالشيخ زايد للعاصمه الاداريه الجديده، وبتعتبر ارقى منطقه سكنيه في العاصمه الاداريه كلها. خليكم معانا. اهلا بيكم، معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ARG. لو عايز تسكن او تستثمر في واحده من اميز المناطق اللي موجوده في العاصمه الاداريه الجديده واللي بيطلق عليها الشيخ زايد بتاعه العاصمه الاداريه الجديده، هتكون مهتم معايا بكل المعلومات اللي احنا هنقولها النهارده، لاننا هنتكلم عن حي الار 8، ارقى احياء العاصمه الاداريه الجديده، المبني على مساحه 2500 فدان، اللي هيكون بيديك فرصه انك تكون قدام مباشره حي السفارات، وكمان انت قريب جدا من الاسكان الحدائقي المكون من 10% قصور فقط وال90% ووتر فيتشرز ولاندسكيب. خلينا نتكلم اكتر عن مميزات حي الار 8، وانه بيحتوي على اقل الكثافه السكانيه في العاصمه الاداريه الجديده في المرحله الاولى، وده طبعا بيوفر ميزه الخصوصيه وانتشار المساحات الخضراء، وده اللي بيخليه من اميز المناطق للاستثمار السكني على المدى البعيد. طبعا اي مستثمر ناجح هيستغل جهل الناس وعدم معرفتهم بميزه المنطقه دي ويطلع باحسن استثمار وافضل استفاده. علشان اكيد حضرتك مادام بتتابع الفيديو ده تبقى مستثمر ناجح وعايز تتعرف اكتر عن مشاريع العاصمه الاداريه الجديده، فهتلاقي اهم فيديوهات لينا في الوصف تحت الفيديو. وعلشان يوصل لك كل جديد عن الاستثمار العقاري او مشروعات العاصمه الاداريه الجديده، اشترك دلوقتي وفعل الجرس. نرجع لموضوعنا. بالنسبه للموقع بتاع بناء الار 8 فهو رائع جدا بسبب التضاريس الطبيعيه اللي اتبنى عليها الار 8، لانه مبني على اعلى تبه في العاصمه الاداريه الجديده، وده اللي هيخليه مكان جذاب وفيو بتاعه رائع. وكمان بالنسبه للخدمات الموجوده في حي الار 8 اللي بتعتبر من اهم العوامل اللي بترفع قيمه العقار بتاعنا، ان فيها اكتر من قطعه ارض مخصصه فنادق انترناشونال، بالاضافه ل2 كلاب هاوس على مساحه 107 فدان، ده اكبر من مساحه كومباوند، وكمان فيها اكتر من 15 منطقه خدميه ومدارس انترناشونال. طيب خلينا نتكلم عن معالم مميزه القريبه من حي الار 8. اولا قريبه جدا من معالم مميزه جدا زي مطار العاصمه الدولي والنهر الاخضر والاكسبو سيتي ومنطقه الميجا مول، وجنب الحي الحكومي ومجمع الوزارات وقصر الرئاسي ومجمع الدبلوماسيين، قريب جدا من المدينه الطبيه ومحطه الاقطار ومركز المؤتمرات ومسجد الفتاح العليمي، وبينها وبين اكبر حديقه مركزيه في العالم النهر الاخضر 7 دقائق بس. وهنا احب اقول لك لو تمتلك عقار جنب واحد بس من الاماكن المميزه اللي احنا قلناهم، فده بيأثر على سعر العقار بتاعك بالايجاب. فتخيل ان انت بتشتري عقار وجنبك اكتر من 23 سفاره، تخيل كده الاسعار هتبقى اخبارها ايه والايجار وضعه ايه. طيب اي منطقه بنتكلم عنها بنقول اهم حاجه سهوله الوصول ليه. طيب هو قريب من ايه؟ من الطرق المهمه زي الدائري الاقليمي ودائري العاصمه الاداريه الجديده، ده غير ان هو قريب جدا من طريق الطاميه لعين السخنه، واخيرا انت هتكون فيو مباشر على النهر الاخضر، وقريب من المطار والقصر الرئاسي ومسجد مصر ومنطقه الداون تاون اللي هي وسط البلد بتاعه العاصمه الاداريه الجديده. وطبعا الار 8 موجود فيها عدد كبير جدا من الكومباوندز والمشاريع والشقق، ولكن مش كل المطروح مناسب لينا، ومش كل المناسب لينا هو استثمار قوي وبيحقق افضل عائد. علشان كده لازم يكون معاك مستشار عقاري محترف، وده دوري مع حضرتك في شركه ARG، انا والاستشاريين العقاريين المعتمدين من شركه ARG، ان انا اقدم لك استشاره بخبره على ارض الواقع بعيدا عن التنظير والمبالغات والكلام التسويقي المكرر. وكمان بنقدم لحضرتك ده بناء عن الكود الدولي المنظم للوسطاء العقاريين بخدمه مجانيه بنسبه 100%. نقدر نوصلك لافضل قيمه مقابل سعر لو تواصلت معانا على الرقم الموجود قدامك على الشاشه. ويا رب دايما تكونوا مستثمرين ناجحين، ودايما معاكم وفي ظهركم وبنوصلكم لانسب حاجه وافضل استثمار. شكرا لكم.